فاتت عليا دي. كنت واقف ازاي بقى؟ يلا شمال بس بقى، شمال بس، كمان شمال، كمان شمال، كله شمال. خش يا صاحبي. احنا اتكلمنا النهارده في كل حاجه قبل ما نيجي، فما بقاش في كلام نقوله، يعني كل الكلام الحلو راح. تصدق انا ما فكرتش دي ممكن تبقى حلقه يوتيوب طويله، يعني بودكاست يوتيوب طويل. انا يعني انا على فكره هي جت صدفه، يعني صدفه بحته الصراحه، بس صدفه حلوه يعني. الحمد لله يا رب، بس تبقى حلقة حلوة والجمهور يستمتع اتمنى. ونقول كلام مفيد بجد. وما يكونش فيه قطع كتير. معانا ومعاكم اولى حلقات المركب. على فكره بس الضيف اللي هيجي بعد كده هيدفع. هيجي يقعد ساعة، يقعد ساعتين، في انتاج، في بادجت للبرنامج ولا ايه ولا؟ يعني على الله. على الله. ماشي خلاص، هنشيل احنا التيكت دي، مش مشكلة. تمام. علينا. فالمهم ليه بقى؟ عشان احنا بنصور هنا في زمالك كاياك. خلاص. زمالك كاياك، يا ريت الاسم يطلع كده، زمالك كاياك. حاضر. اوكي ماشي. انا بالنسبه لي كان احنا عايزين ننام برضه، فدي مشكله ثانيه. كويس يعني. عامه صاحيين من بدري قوي. ليه بقى؟ اللي يقول ليه. احنا كنا بنجري مع الزرز النهارده، زمالك ايرلي رايزرز. والله صاحيين من بدري قوي. دول الناس بيجروا الساعه الراجل ده، عارفين الراجل ده جاي منين؟ 5:30 عشان يجي الزمالك. انا جاي من حلوان. فبضحي. كم محطه مترو؟ انا بضحي لهم، يعني حوالي 25 اوف 3 يعني 25. ده انا بقول جاي من حدائق الاهرام، بحسب نفسي جاي من بعيد. لا الراجل ده فبضحي كل مره عشان اجي اجري معاهم. يعني مش عارف الحلقه دي هتنزل ولا لا، بس لو انت بتتفرج علينا لو عرفت توصل لنا تبقى حاجه حلوه، يبقى حظك حلو. انا حاسس ان انتوا مش شايفيني. على فكره انا بصور يعني، قرب شويه، قرب شويه. الكاميرا بعيده جدا. المهم انا بالنسبه لي مروان علاء من الشخصيات الملهمه جدا بالنسبه لي الصراحه. ملهمه والله العظيم. والله راجل بنى نفسه بنفسه. عصامي جابها من تحت قوي وبدأ ب3 مليون بس. طيب. لسه في الصفر. هنطلع ان شاء الله احنا. طيب بجد والله كلمنا عن نفسك يا مروان. كلمنا عن نفسك. عامة مروان مبدئيا هو صاحب زمالين بقى زمالك كاياك. فازاي صاحب انا وعبد الله شريكي فاوندر الزمالك كاياك. الزمالك كاياك بقى لها 9 سنين، هي بدأت 2016 يبقى كده. يا الله. يبقى 6 4 8 سنين زمن. بقالنا 8 سنين الحمد لله. يعني حصل ابس اند داونز. بص يا سيدي، احنا اول ما بدأنا خلاص بدأنا من مركبتين تقريبا، مش هنا يعني. في واحدة منهم اتصلحت، بقت عبارة عن مسمينها التابوت عشان اتحط طبقة عليها، بقت تقيلة جدا. المهم يعني واتيفر، دي مركب من 2 موجودة، والتانية مش عارف موجودة يعني، بس حالتها بقت كارب دلوقتي. بدينا بمركبتين انا وعبد الله. كنا جايبينها بيرسونال تريننج، يعني كنا ادمنز في الزمالك رانرز. كنا جايبينهم، ما بنحبش الجيم انا وعبد الله. انتوا المؤسسين زمالك رانرز؟ مش مؤسسين، في ناس كان في تيم اقدم مننا، بس هم سابوا الجري بدري، فاحنا بقى استلمنا بعديهم يعني. اوكي. انا وامجد وبودز وكرم، وكان منهم عبد الله. بس قلنا ما نجيب كاكس نتمرن بيها، مالناش في الجيم خالص. يبقى نمرن ابر بادي، كده الجري لور بادي شغال يعني. بس جبنا المركبتين. اصحابنا شافونا، شافوا صورنا، ايه يا جماعه طب عايزين نجرب. طب قلنا طب ما تيجي نعمل بيج كده ونشوف لو الموضوع جاب مع الناس. اصل مركبتين اكيد مش هنأجر مركبتين. لا يمكن يعني. مدرب هينزل ونجيب واحد جنبك بس. انا عايز العب بس كبيرك. فاكيد مش تفكير بيزنس خالص. فلما عملنا البيج، الحمد لله عملنا بيج من هنا. كنا بننزل في مكان تبع الوزاره يعني، تبع الاتحاد. بس فاول ما عملنا البيج من هنا، لقينا حد من الاتحاد بيكلمنا، ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انتوا ما اتفقناش على كده، شيلوا البيج دي خالص. فالحمد لله الموضوع اتقفل من قبل ما يبدا يعني. احنا اتهزمنا من غير ما نحارب. معلش ارجع ورا شويه. ارجع. قفلنا البيج تقريبا. مركب اتقلبت. مركب خير، بيقول لك قلب المركب خير. لا بالظبط. يعني كان اول بالظبط اول يومين من اصحابنا كده جبنا 500 لايك يعني. كانت حاجه حلوه على ايامها يعني. كان بالنسبه لنا انجاز. بس عملنا هولد للبيج لمده مثلا اسبوع كده، على ما اتفقنا مع الناس ان هو لا، مش هنجيب اصحابنا بس، مش عارف ايه. زودنا، جبنا مركب دبل. اول حاجه جت بعد المركبتين دول
من هنا بقى ابتدى البيزنس شويه، بقينا ننزل صور لينا احنا كالناس اللي بتجري رانرز كلهم، عشان ما كانش في غيرهم اصلا بيجي، محدش يعرفنا. هوب اللي يحب يجرب يكلمنا، طبعا دايركت كونتاكت، مفيش بقى ولا مفيش سوشيال ميديا اصلا ولا انستجرام ولا اي حاجه، بس ناس عماله تجرب لحد ما جه في مره في عيد، جه عيد هو ده كان بدايه البيك بقى. الطلب كان عالي قوي، ما كانش عندنا مراكب، بقينا نأجر مركب من اكاديمي تانية، نروح من بدري من الساعه 6 نجيب مراكب نقضي بيها اليوم، بعد كده ايه نرجعها تاني بعد المغرب. موضوع الحمد لله ابتدى يشتغل قوي. جيت بعد كان في فتره انا كنت طلعت فيها ترند، كان موضوع اسوان والبنت بتاعت مناديل ومش عارف ايه بتاعت الماراثون اسوان دي. انا تعرف ان انا عرفتك هناك بجد والله؟ يعني انا عرفتك كنت معانا اصلا هناك؟ لا انا عرفتك من البوست ده. وبعدين انا ما كنتش اعرف مروان، يعني ما كنتش اعرف مروان علاء شخصيا، انا عرفتك بس من الترند ده. أيوة. وبعدين عملت لك اد ساعتها، مش عارف انت قابلته ليه بس انا قابلته اصلا. حلو. لا طيبين قوي يا بابا. انا حاسس الراجل ده مشهور، وفضلت يعني عملت اكسبت لان برضو اللي هي الحمد لله بقت مراتي بعد كده. دي من الحاجات يعني اللي ربنا كرمني بيها في الموضوع ده، يعني شوف اصحاب معارف كونتاكتس. وبرضو من الحاجات اللي استفدت منها في موضوع مروه ده واحده صحفيه جت عملت ريبورت لينا وبعد ما نزلته برضو جت فايرال بقى وفايرال ساعتها كان بيبقى من الفيسبوك فيسبوك بس ما كانش في اي حاجه. مثلا الفايرال ده بكلمك في 300 لايك حاجه كده، اللي هو ده ده الانجاز يعني. الفايرال ده كان بالظبط. بس بعد كده بقى ابتدينا نشتري مركبتين تانيين، يعني الموضوع بقى ماشي كده. جه رئيس اتحاد جديد قفلنا، لقينا واحد التعامل كان من الموظفين اللي في الهنجر يعني. لقينا واحد دخل كده علينا، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ حضرتك احنا اكاديمي هنا، حضرتك مين؟ قال لا بص، ما ده شغل شقه مفروشه لا مؤاخذه، وانا صاحب الشقه الجديد، انا رئيس الاتحاد الجديد، شيلوا المراكب دي من هنا بدل ما ابلغ عليكم. والله العظيم ده اللي حصل بالظبط. بس قمنا عملنا برضو هول تقريبا شهر، شلنا مراكب وديناها ركناها في مشتل جنب الاتحاد. بعد كده اتفقنا مع الراجل صاحب، المفروض كان صاحب المشتل يعني على كلام. بس برضو اشتغلنا تقريبا سنه ولا حاجه. بعد كده جه الراجل برضه، لقينا راجل دخل علينا، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ حضرتك اللي بتعمل ايه هنا؟ احنا اكاديمي هنا، مؤجرين من مين؟ من عم كذا. قال بقى بصوا انا صاحب المشتل ده، شيلوا مركبكم من هنا بدل ما احرقها لكم اصلا. بس عملنا هول من 5 بس ايه الصوت، فاستنى بس احنا اكيد صوتنا مسيطر. هو صوتنا مسيطر بس طب استمتعوا بالاغنيه؟ اتاكد، انا مش متاكد والله العظيم. الجو عظمه، لسعة برد. الناس بتسلم علينا اهو، سلموا على الكاميرا. والله شباب لذيذ خالص. فانا صاحب يعني انا صاحب المركب، وشيلوا المراكب هنا بدل ما احرقها لكم او ده كده تاني واحد ده. برضه عملنا هول تقريبا شهر. بعد كده رجعنا الاتحاد تاني. بعد كده الوضع الجراج بتاع الاتحاد يعني. بعد كده جت كورونا قفلت الدنيا خالص على كله. 2021 تقريبا، انا مش عارف ايه، 2020 سنه لا تنسى. رجعنا فتحنا، كان الوضع في الاتحاد مش حلو قوي، كان في اهمال جامد والناس كانت بتيجي ما بتلبسش، مفيش تويلتس، مفيش تشينجينج روم، مفيش نظافه عامه. سيبنا المكان ده وجينا بقى، لا رحنا الاول مشتل تاني بس ما قعدناش 3 شهور ولا حاجه. بعد كده جينا بقى ايه، اتفقنا مع النادي هنا معاه، الحمد لله بقى لنا هو 4 شهور 4 سنين سوري تقريبا. الدنيا لذيذه، مكان كان نضيف لحد ما جه اتبهدل شويه، بعد كده ان شاء الله هيرجع احسن من الاول. بس وده ده باختصار يعني. في طبعا تفاصيل كتير يعني، انتوا في غنى عن التفاصيل دي يعني. بس الحمد لله دلوقتي عندنا تقريبا راوند 50 مركب ما شاء الله، 45 مركب. بدأت بكام؟ بدأت مركبتين او كان مركبتين ودبل يعني من اول شغل يعني. جامد. مركبتين ودبل يعني ان شاء الله هيكون في فروع تانية ان شاء الله قريب. احكي لي على الفرع اللي انا كنت بروحه، اللي هو كان في فرع ده من الفروع اللي قفلت. ايه فتحته امتى؟ يعني ده اتفتح امتى واتقفل امتى؟ هو اتفتح تقريبا بعد ما جينا هنا بسنه. كان في جيم بس الناحيه الثانيه في كيت كات، كان جيم على الميه، كان فرع نضيف جدا.
بدأنا في 5 مراكب هناك، بعد كده بقوا 12 مركب تقريبا، بس شغالين والدنيا لذيذه وكل حاجه. جه في يوم وليله ايه، يلا يا جماعه شيلوا حاجاتكم عشان ايه هنشيل الجيم من هنا. قال انا ازاي؟ طب والناس اللي بتتمرن، طب والادوات والاجهزه، كل ده يلا عشان ايه؟ المركب هتتحرك. هنشطب. طبعا احنا عدينا بالمراكب الناحيه الثانيه ولقينا فعلا يعني لو عايزين الفيديو المركب وهي بتتحرك، انت اكيد شفت المنظر ده، كنت معانا انت. مركب كبيره. اه تخيل بيت بيتحرك، يعني انت بتحرك أيوة. بيت باجهزته بكل حاجه. ده كان امتى كده؟ كان 22 22 تقريبا. اه 22 شهر 5 22. من ساعتها المكان فاضي آه. يعني، ومن ساعتها مع تطوير يعني، هيطوروا بس مش دلوقتي. طبعا كده. المنظر اللي انتم شايفينه ده، المركب دي مش شغاله. الحته دي كان انضف حته تقريبا في مصر، كان كلها عوامات اسمها العوامات بتاعت الكتكات. عوامات يعني، هي كان بيوت ومتأجرة لناس، ومفروض كانوا مقننين وضعهم وكده، بس ايه يعني في كان مشروع تطوير. تبعد عني عشان كده كلمني بقى عن مروان. تعالى سيبك مروان انسان. مروان كان صيدلي. ده استنى بقى، وما زال صيدلي على فكره. ده حوار مهم يعني. صيدلي من 2000 وكام؟ انا في كليه صيدله من 2003 ما شاء الله. بديت شغل من 2004 من سنه اولى من وانا شغال. فضلت شغال لحد ما مسكت، بقيت مدير سنه رابعه، بس ما تحسبش 4 سنين عشان كان في سنتين كنت معيد. فمثلا قول 2007 كده او 2008. معيد ده انا ما اعرفش عنها حاجه. 2008 بقيت مدير صيدليه لحد من 3 سنين كده احسن. من 3 سنين لحد تقريبا لحد بعد الكورونا، لحد 22 تقريبا، قعدت 16 سنه. بعد كده بقى قلت ايه، بس كفايه. اول ما قفل على كده اوميجا اتخرج قمت لبسته بقى ايه، اوميجا ده اخوي عمر. بس من ساعتها وانا بعيد عن الصيدله خالص. خريج صيدله برضو اوميجا. خريج صيدله في 4 سنين ونص، وده الانجاز يعني بقى. 4 سنين ونص. يعني ايه 4 سنين ونص؟ يعني اختصر ترم يعني. بس اول ما هو استلم من هنا قمت انا سبت الصيدله خالص، ركزت بقى في الكاياك وخطبت وبديت بيج جرين بقى، الستارت اب جامده. ده بدأت على يد. ده حضره من الاول بقى. ده متوثقه في فلوج اصلا. يعني دي يا اللي عرفنا بقى من بدري، فدي متوثقه في فلوج تقريبا. اهم، مش عارف كان اسمه اهم فلوج تقريبا. واكيد لازم تيجي تصور عندنا في المخزن عمليه السورتنج والحاجات دي، بس لما الوضع هناك يبقى منظم شويه، يبقى احسن شويه. الوضع عشوائي قوي هناك دلوقتي. بس وهو الحمد لله دلوقتي مركز مع الكاياك ومركز مع الريسايكلينج. بنساعد مع الفل. الاخبار مدرب معانا كابتن حسام. بجد؟ عندكم رايد دلوقتي؟ مش عارف يعني، ربنا يبعت. هو ربنا يستر وما يجيش يسحبوا مننا المركبين. هنرش ميه انت عندكم ما شاء الله ما بترشوش ميه انت الصبح. بالنسبه لك انت دلوقتي مروان الصيدله ولا الكاك؟ يعني هو بص انا الحمد لله يعني كله شغال، يعني الريسايكلينج شغال، الصيدله يعني بنزل شويه عشان ما انساش، عشان طبعا ما بقاش اولد فاشن. طبعا في كل يوم جديد في عالم الطب والصيدله وكده، عشان ما بقاش بعيد عن المجال. بس هو بيزنس عيله عامه يعني، الحمد لله تقريبا لو بصيت هتلاقي نص العيله الحمد لله صيادله يعني، والصيدلات بتاعت العيله. يعني ما ينفعش ابعد من الاخر. كده ام ستاك ان ات. فقشطه يعني ما ينفعش ابعد. انت مؤمن فكره الفاميلي بيزنس ده؟ بصراحه يعني لما يكون خبطش في الكلام عشان هيتشاف. لا لما يكون بيزنس ناجح، بيزنس كبير، حاجه بس حاجه قديمه ما بتتطورش، لا طبعا تبقى فاشله جدا. لازم يكون في تطوير واكسباندنج يعني لازم الجيل الجديد يطور ويكبر، فاهم يعني. كان حاجه واقفه من ساعه 38 زي ما هي. مهمتك مش مهمه الجيل دي. مهمتي انا لو مهمتي انا كنت لوحدي، فاهم، كان الموضوع كان صعب قوي. انا يا دوبك بس عملت سبورت للبيزنس لحد ما ايه كمل يعني، يا دوبك كمل. بس فعلا ما كانش حد معايا. بس بقى الاجيال الجديده بقى يعني، يمكن لو كانوا اتخرجوا بدري شويه كان واحد بقى لسه الشغف كان موجود، كنت اعرف اعمل حاجه معاهم. بس انا على ما هم اتخرجوا كنت انا خلاص جبت اخري بصراحه يعني. كنت زهقت من المجال.
حته الشغف دي انت مؤمن بيها اصلا؟ يعني حته ان انت تبقى شغف، يعني شغف، يعني ايه شغف اصلا؟ بيجي منين اصلا؟ الشغف والله مش عارف انا يعني. دلوقتي بقول على نفسي ايه، شخص مش روتيني. ما ينفعش ابقى موظف ماشي جنب الحيط اليوم كله، كل يوم زي التاني. مع اني كنت كده تقريبا 16 سنه انا يعني انا بقول ان انا مش الشخصيه اللي كنت من 16 سنه. فمش عارف بقى ده تطور، ده زهق، ده اهتمامات اتغيرت. مش عارف المشكله فين بصراحه يعني. ما انت كنت ايه، كان اهتماماتك ايه قبل لا انا كتير. انت خدت انت يعني انت بتقعد فتره وبعدين تحقق برضو عشان خد بالك انا ساعه يعني ساعه الصيدله ما كانش في وقت اني اعمل حاجه. اه ما كانش في مجال اني افكر في اي حاجه. ويمكن لولا ان برضو يعني معايا عبد الله كان هو شايل الكاياك، فما كنتش هفكر برضو في الكاياك خالص. ما كانش ينفع اصلا. اه انا شايل الصيدليه يعني مدير وشيفت، وكان بيبقى شيفت كبير قوي ممكن يوصل 12 ساعه كمان. كان مطلوب اي وقت زي الطبيب كده. فالموضوع كانش في مجال انك تفكر في اي حاجه فعلا. لما سبت بقى قشطه الموضوع بقى، بقيت احس اللي هو ايه ده، انا ازاي اشتغلت 16 سنه نفس الشغلانه دي. كنت مستغرب يعني. انت الشخص ده اصلا اللي هو يقعد 16 سنه في مكان اصلا، ولا انت هو الوقت عدى وانت ما حسيتش؟ ما بالظبط هو الموضوع. بس انا كنت حابب المجال قوي في الاول يعني. الصيدله دي انا ما كنتش حابب الدراسه طبعا اصلا يعني. انا من 2011 قلت مش هفتح كتاب تاني ولا هذاكر اي حاجه تاني. بس كنت حابب الشغل ومساعده الناس بقى. وان برضو كانت منطقه شعبيه وكده، فاللي هو كان ليك وضعك، ناس بتحبك فعلا، ناس تلجأ لك في كل كبيره صغيره. بس بعد كده بقى يعني لا، كفايه. زهقت وحسيت ان في فرص تانية اكبر، في فرص اكبر بره. سوري يعني، حاسس ان الموضوع لا انا موظف. انا يعني بعد 16 سنه عملت ايه؟ انا موظف. لا اشوف نفسي بقى طالما في حاجه بتاعتي يبقى. انا سبت صيدليه من قبل بي جرين طبعا يعني. قعدت سنه تقريبا كاك بس. فاللي هو مش الحاجه بره اللي خلتني اجري عليها. لا انا فعلا كنت زهقت. ايه اللي زهقك؟ الروتين بقى، روتين وفي حد يعني يجي مكاني. فاللي هو الحمد لله في مجال اني ابتدي افكر في اون بيزنس يعني. غير الكاياك برضه يعني. انت ايه بقى؟ انا اتكلم؟ لا انا جاي اتكلم معاك انت انا هحكي له، انا هزهقهم منه يعني. حوار انا حلقات كتير الحمد لله. في رايده هي جت، رش الميه جاب نتيجه والله. لا بجد اللي هيجي في الجو ده بص، نص كم شورت. لو عايز تقعد بالميه تقعد. والله مبسوط قوي بالجو. في ساعه بس لذيذه، في هوا لذيذ. انا بحب الصراحه ده غير ان الشمس كل شويه بتطلع اصلا يعني بتحرر. الشمس تطلع تحرر كده وتختفي تاني. انا بحب كان نفسي نجيب الكادر اللي هناك ده بس مش هقدر اقوم. لا انا اجيبه من هنا. الكاميرا بقى صور بقى لما نحطه، ببعتولي نحطه في سبت الكاوتش. نمسك كده. سبت الكاوتش. يا نهار ابيض. طب ممكن نمسك كده وخلينا هنا وخلاص. هل هنتحرك؟ فكرك هنقعد؟ مش هنقدر صح؟ لازم هنبعد شويه بقى، كان هنقدف. بس احنا لو نقدر طالما طلعنا في الكرنت. بس احنا كده سنترد بقى. بس احنا كده سنترد بالظبط يعني. يا لو نثبت كده نقرب ليه؟ الطيار كده ندي زقه. انا معاك، اللي انت هتعمله انا معاك. مش كفايه؟ رجعنا بقى بالله عليك. لو ما بتمسكهاش بتلف، ولا انا بحس ان انت بتلف؟ انا بالنسبه لي المايه دي بتفضل تتحرك يعني. انا بشوفك بتتحرك مع انك ثابت. لا ده دوار بحر. كنا ثابتين. اللي حصل بس مش حبه هوا زياده يعني اللي يعملوا بينا كده. الهوا احنا قطعنا شويه اكشن محترمين. الطيار كان بيلعب معانا شويه، فهنرجع دلوقتي نتكلم في موضوع بقى مهم جدا. انا لو عايز اجي العب كاك لازم ابقى لعيب كاك يعني؟ مش لازم خالص. امال اعمل ايه؟ بص الموضوع بسيط جدا. بص دي مركب الكاياك اهي. في ناس كتير ما تعرفش ايه هو الكاياك. ده الكاياك هو عباره عن قارب خفيف. البالانس بتاعه زي ما انت شايف يعني كويس جدا. طبعا في كذا موديل على حسب الاوزان والسرعه. وزن المركب نفسه كل ما يزيد او كل ما يبقى عريض بيبقى الاستابيليتي احسن، وكل ما يرفع بيبقى يعني بياخد اوزان اخف وبيبقى اسرع. فاحنا راكبين حاجه متوسطه تاخد مثلا لحد 90 كيلو، حلو قوي، وسرعته برده كويسه الحمد لله. في ظهر فلذيذه يعني. عباره عن ايه الكاياك؟ هو زي التأديف بس يفرق يعني. التأديف
اولا معظم الكاياكس بتبقى سنجلز او يعني بس هو الكاياك مش هو التأديب؟ لا، التأديب حاجه لعبه والكاياك لعبه. كاياك والكانوي يعني بيسموه كاياك وكانوي، ده اتحاد لوحده وده اتحاد. دي لعبه اولمبيه ودي لعبه اولمبيه. ايه الفرق بين التجديف والكاياك؟ التجديف عباره عن مركب برضو فيه سنجل دبل 4 و8. الناس بتقعد اولا بيتثبتوا، رجليهم بتتثبت في المركب. تمام. الكرسي بيبقى متحرك بيطلع لقدام ورا. هو يبقى طويل ده؟ ايوه. في منه بمقدافين يمين وشمال وفي منه بمقداف واحد. بيبقى كل لعيب يعني ماسك ناحيه. ايوه. بيبقى بتمشي بظهرك، انت بتزق الميه وبتمشي بظهرك. فيا اما بيبقى معاك حاجه اسمها دفه، واحد قاعد قدام بيوجهك يحذرك يعني لو في حاجه وراك، او بتبقى لوحدك بقى لو انت محترف قوي. ايه الفرق بين ده وده؟ التجديف بيشتغل اكتر على 60% قوه رجلين، 30% كور اللي هو البطن والظهر منطقه الوسط يعني، و10% بس على الايد. الكاياك بيبقى برضو فيه سنجل الاولمبي يعني في سنجل دبل 4 و8. بس احنا معظم الاكاديميات عامه اللي هو الترفيهي، كاياك ترفيهي، ده كاياك ترفيهي. ده مالوش دعوه بالبروفيشنال خالص. بروفيشنال مركب رفيعه قوي. يعني انا يمكن في وزني ده ما اعرفش اركبه دلوقتي، حاجه رفيعه جدا، لازم طول ما انت واقف بتعمل بالانس. مركب مش ستيبل خالص زي دي طبعا ستيبل عشان يبقى امان، عشان كل بيجوا بيجنرز او معظم بيجوا بيجنرز، فلازم عايز العب يعني سهله بالنسبه لهم. مش جايين نعذبهم طبعا. هو في مجهود يعني، ما انت مش جاي فسحه، انت مش جاي تاخد صورتين وتمشي، لا انت بس ممكن اجي فسحه يعني. ما هي فسحه، بس فسحه بمجهود. يعني انت بتيجي قشطه، بتنزل بتعمل مجهود، بتتبل. يعني اللي يقول لك مش تتبل ده يعني تقريبا 10% بس مش بيتبلوا. بس درجه البله بتختلف ايه من شخص للتاني، فيفضل بيكون معاك لبس اكسترا. نكمل. معظم الترفيهي بيبقى سنجل ودبل. بتمسك مقداف واحد بكفتين زي ما انت شايف كده اهو. طبعا اول ما بتيجي لو انت بيجنر بيبقى في كوتش مستنيك بيعمل لك بريفنج في الاول سيشن كده، بيعلمك مسكه المقداف، تكنيك الادفه، الاتجاهات في الميه. بعد كده كله بيلبس لايف جاكيت اجباري. حتى لو يعني سباح عالمي، معلش الرولز لازم سيفتي وايز لازم لايف جاكيت. وفي مدرب بينزل معاكم تقريبا كل 6 معاهم مدرب. برضو عشان عينه عليكم، بيعلمك التكنيك الصح في الميه. ولو لا قدر الله تعبت ولا حاجه ممكن يشدك يعني. في برضو مركب موتور تمشي معاكم، حد تعب، حد عايز يرجع، حد مش عارف ايه، يعني هي معاكم احتياطي. ايه تاني؟ بالنسبه بقى قلنا اللبس يفضل يبقى سبورتس وير عشان تبقى يعني حركتك سهله. طبعا انت طبعا فاكر ان احنا كده بنشتغل ايدين بس، لا انت طبعا رجليك ووسطك بتعمل بالانس في المركب في الميه. بس ممكن انزل حد معايا ولا لو في دبل يعني في مراكب دبل في مراكب دبل وفي سنجل، باقي كله سنجلز يعني. موضوع لذيذ، اكيد انت جربت قبل كده معانا. رياضه يعني، انت بتطلع بتحس ان لا يعني في مجهود عمل، بالذات الابر بادي بيشتغل حلو قوي. طبعا لو انت يعني ممارس اللعبه بتمشي ممكن تمشي في الساعه دي تمشي مسافات كويسه يعني. ممكن تقطع مثلا 2 كيلو رايح 2 كيلو جاي. طبعا بنمشي عكس تيار الاول عشان لو لا قدر الله تعبت ترجع يعني الرجوع يبقى سهل. نص الميه اللي هو الحته اللي بعدينا بشويه دي بيبقى الكارنت سريع قوي، فيفضل ما بنمشيش فيها عشان يعني لو مشيت عكس تيار الموضوع بيبقى صعب يعني. حد بيزقك، فانت بناخد دايما جنب يا يمين يا شمال، بنفضل شمال بيبقى ابطأ شويه. وبس ساعه لذيذه، بتاخد صورتين از ميموري. عايز فيديوز قشطه، لو في مجال ان احنا نصور فيديوز برضو بنصح كل ان هو يجي يجربها يعني. على الاقل جربها واحكم بعد كده. موضوع ممتع، متعب، ممل حسب التجربه بتاعتك يعني. تفتكر الكاياك احسن صيف ولا شتاء؟ والله هو دي ليها ميزتها ودي ليها ميزتها يعني. في الشتاء زي ما انت شايف الجو اهو جو حلو جدا صراحه، تحفه يعني. قشطه فيه هوا بس مش التلج. من الساعه 9 ممكن تنزل، الدنيا لذيذه، مش بارده قوي. الشمس كل شويه تطلع وتختفي. الميه فلات قوي يعني. ميه لذيذه. في الصيف برضو يعني، بس فكره الصيف في فتره كده اللي هي بتاعت الظهر والعصر دي بتبقى صعبه شويه. بس برضو يعني انت لو فوق درجه حراره مثلا
35 انت في الميه هنا بتبقى كأنك 28. طبعا الميه بتلطف الجو اكيد غير فوق خالص يعني. ده غير انك ممكن تتبل عادي، الميه لا فيها بالهرسيا ولا فيها تماسيح زي ما الناس بتظن. طول ما الرانينج ووتر ما فيش لا بكتيريا ولا طفيليات ولا اي حاجه يعني. كام دكتور يعني. امان جدا. دكتور وهنا بنصح كل واحد ان هو لازم يجي ينزل النيل. لا موضوع فعلا امان. وده باختصار انا عايز نصيحه من مروان علاء للشباب. للشباب ظروف الضغط اللي احنا فيها، ضغط شغل، ضغط اقتصادي، ضغط دراسة، يعني لازم تعرف تفصل. لازم تتعلم ازاي تفصل وازاي تبسط نفسك وازاي تخرج من مود الشغل، مود المذاكرة، مود الامتحانات. جرب يعني. مش هقول لك بقى سافر وانت مش شجرة والكلام ده كله، لا مش لازم تسافر. هو انت في 50-60 حاجة تعمل جوه مصر، جوه القاهرة هنا. طبعا الكاياك حاجة منهم، بس قشطة يعني. مش بقول لك كاياك بس، يعني حاول تبسط، يعني اعمل حاجة جديدة، اعمل حاجات جديدة. ممكن تلاقي نفسك في حاجة من الحاجات دي وتبقى مجال شغل بعد كده، الله أعلم، تبقى هي دي وسيلة ترفيهك الوحيدة. جرب كل حاجة واحكم بنفسك يعني. احنا مش مركزين يعني مع السوشيال ميديا قوي. احنا وورد اوف ماوث. الناس الحمد لله هي اللي بتيجي لو اتبسطوا. مش بقولك الناس هم لو اتبسطوا هم هيماركتوا لنا، هم هيعملوا بوستنج وهيقولوا يا جماعه لازم تيجوا تجربوا، ويصوروا فيديوز ويحكوا هم عن التجربه بتاعتهم. مش بقول لك ان ده الصح يعني، او ما تبقاش دي طريقه التسويق الوحيده، بس يعني احنا معتمدين على كده. تفتكر ان في حد هيبقى بيسمع الفيديو ده دلوقتي؟ ليه؟ احنا دلوقتي داخلين في الساعه تقريبا. تفتكر هتلاقي حد بيسمعنا؟ ما اكيد مش هيطلع ساعه بودكاست، مش هيصفصف على ساعه، هيصفي على نص ساعه مثلا، نص ساعه. ماشي. لا مش هقطع كل السكتات. انا مين مثلا فكرك مين كم واحد مثلا ممكن يتفرج؟ يعني من 34 ل 33 واحد. 1000 واحد شخص ده كتير قوي. لا ممكن بالقرايب يعدوا ال 50 ان شاء الله. بجد؟